هو المغرب كامل تيفكر يهاجر، عرفتي علاش؟ حيت الشباب ضايع في هذه البلاد هذه، ما كاين لا خدمه لا والو اخي. ارتفاع معدل البطالة في بداية عام 2023. إلى اليوم لم يستأنف جميع التلاميذ دروسهم، وحتى من فعل يتخوف من عدم القدرة على استدراك ما فات. فعاد ما يعوضوا لنا شي حاجه اللي كبيره، عطاونا سيمانه من هنايا للجهاوي غنتضرروا فيها بزاف، ويقدروا حتى شي دروس نكونوا كاع ما قريناهم في الجهاوي يزيدوهم لنا تما ونقدروا نتضرروا بزاف. يقدروا حتى الاساتذه يزيروا معانا، يقدروا يحطوا لنا شي حاجه ما كايناش بحال اللي كانت في كورونا. شوف الطبيب نورمالمون واحد كتسناه 4 سوايع 5 سوايع، الاقتصاد على الجد، الناس كتقطع كلشي ناس في الارض، الناس بايته في الارض ما عندهمش فين يجلسوا، المعامله كتبغي التوجيه ما كاينش توجيه. دونك دخلني الشك في هاد الصحه في هاد المغرب، ما بغاش التكاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتطرق من خلاله إلى الموضوع الذي يتحدث عليه جل المغاربة، وهو ماذا سيستفيد المواطن المغربي من كأس العالم المنظم بالمغرب. السؤال المطروح حاليا في صفوف المغاربة عامة والمواطن الفقير خاصة، لا سيما عندما يشاهد المواطن الرعاية الخاصة من طرف الدولة حول هذا المشروع الخاص بهذه التظاهرة، فهل يتطلب هذا الحدث كل هذه الرعاية في ظل المواطن الذي لا زال يعاني من البطالة، تدني الأجور، تهميش قطاع الصحة والتعليم من جهة، والمواطن الذي يعاني من مشكل تحفر الطرقات ومشكل النقل والمواصلات من جهة أخرى؟ لذا شاهدوا مشاهدين الكرام الفيديو إلى الآخر، ونعدكم أنكم ستخرجون بجل المعلومات حول هذا الموضوع من كل الجوانب، سواء الاجتماعية، الاقتصادية، السياحية، الصناعية، والتجارية وغيرها. كما نشير لكم مشاهدين الكرام إلى أن هذا الفيديو أخذ منا جهدا كبيرا لتقديمه لكم بأفضل حلة، فما عليكم مشاهدين إلا دعمنا بالإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم وعائلتكم لتعم الفائدة، والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أولا، الجانب الاجتماعي. كأس العالم والبطالة. خلال السنوات ال6 المقبلة سيتم تسريع إنجاز مجموعة من مشاريع البنية التحتية، من ملاعب ومراكز تدريب وطرق ونقل بين المدن وفنادق ومطاعم ومقاهي وغيرها، إلى جانب المشروع الكبير المتعلق بتسريع إنجاز الخط الثاني من القطار فائق السرعة الذي سيربط الدار البيضاء وأكادير. الشيء سيوفر آلاف فرص العمل مباشرة أو غير مباشرة. كأس العالم وتدني الأجور. نشير إلى أن الاتحاد الدولي فيفا يطلب من البلدان التي تحظى بتنظيم كأس العالم بالتصريح بأجور الموظفين الذين لهم دور مباشر بهذا الحدث العالمي، ونجد من أبرزهم الجهاز الأمني بكل مكوناته، سواء الأمن الوطني، الدرك الملكي، والقوات المساعدة. وكما تعلمون أننا نحظى بملف مشترك للتنظيم برفقة كل من إسبانيا والبرتغال. وحسب موقع سالري إكسبلورر فإن أجر ضابط شرطة بإسبانية يقدر ب 1570 يورو، ما يقارب 16,000 درهم، بينما بالبرتغال الحد الأدنى لأجر موظف الأمن هو 1700 يورو حسب الجريدة نفسها، بينما نجد بالمغرب الحد الأدنى لأجر موظف الأمن هو 5200 درهم، الشيء الذي سيتسبب بطريقة غير مباشرة في ارتفاع الأجور. كأس العالم والصحة. كشف مصدر داخل اللجنة المكلفة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمغرب وإسبانيا والبرتغال أن الملف الوطني يتضمن نقاطا قوية من قبيل البنيات التحتية والملاعب والمطارات وغيرها من أوجه القوة، إلا أن هناك نقطة واحدة تفسد الملف المغربي، ويتعلق الأمر بالجانب الصحي. وتابع المصدر ذاته أن جودة المرافق الصحية من مستشفيات ومصحات تعد صداع في الرأس في الملف المغربي، خصوصا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتمد في تقييمه لجودة الخدمات الصحية على منظمة الصحة العالمية وفق شراكة تجمع الطرفين، كما أنها تكون شريكا مهما في تنظيم المونديال. وأكد المصدر نفسه أن المغرب مقبل على وضع خطة عمل من أجل محو هذه النقطة السلبية،
وأن الحكومة ستعمل على الاستثمار في الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية بمختلف مجالاتها، ولن يكون الأمر فقط مقصورا على القطاع الحكومي، بل هناك انخراط للقطاع الخاص ومشاركة فعالة. وزاد المصدر ذاته أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بات يصر على الجانب الصحي بشكل كبير منذ جائحة كوفيد-19، وأن الدول المستضيفة لنهائيات كأس العالم يجب أن تمتلك صلابة في القطاع الصحي والقدرة على توفير الرعاية الصحية للجميع، ولو تعلق الأمر بالأوبئة أو الرعاية الصحية الاعتيادية، لكن كل هذا الأمر متطلب بأن يكون بجودة عالية من خلال تخصيص مستشفيات خاصة وزيادة السعة السريرية، وتخصيص وسائل النقل المتطورة والأجهزة الحديثة، وتوفير مجموعة شاملة ومتنوعة من الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية. وختم المصدر نفسه حديثه بالقول إن المغرب عليه وضع استراتيجية لتطوير وتحسين المرافق والخدمات والتقنيات الصحية، وتطوير البنية التحتية بالقطاع الصحي، وإن هناك اجتماعات مطولة سيتم عقدها بين اللجنة المكلفة بالتنظيم والحكومة بمختلف قطاعاتها، من أجل العمل بشكل استثنائي على إنجاح العرس الكروي العالمي. وجل هذه التغييرات ستكون في صالح المواطن بشكل عام. كأس العالم والتعليم. نشير لكم أنه ليس بعيد من الآن شن نساء ورجال التعليم مظاهرات حول الأجور وخرجوا بهاشتاغ تعليم الأجيال قبل المونديال، الشيء الذي تفاعلت معه الجهات المختصة ووصلوا إلى اتفاق مع نقابات التعليم، يتمثل في زيادة في الأجور بقدر 1500 درهم شهريا، مقسمة إلى قسطين 750 درهم استفاد منها الأساتذة ابتداء من يناير 2024، و750 درهم ستصرف في فاتح يناير 2025، وهذا الإصلاح سينعكس إيجابا على مردود الأستاذ داخل القسم عامة وجودة التعليم خاصة. كأس العالم ومشكل الطرق والمواصلات. أفاد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أن ميزانية الاستثمار المخصصة للوزارة والمؤسسات العمومية التي تقع تحت وصايتها بلغت 10.6 مليارات درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، مقابل 7.6 مليارات درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 43%. وأوضح وزير النقل واللوجستيك أن هذه الاعتمادات تتوزع بين قطاع النقل السككي 6.1 مليار درهم، والنقل الجوي 3.2 مليار درهم، والنقل الطرقي والسلامة الطرقية 876 مليون درهم، واللوجستيك 310 ملايين درهم، والنقل البحري 26 مليون درهم، والقطاعات الأفقية 58 مليون درهم. وقال الوزير إن هذا التطور الذي عرفه الاستثمار العمومي في قطاع النقل واللوجستيك يؤكد الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه في إنجاح مختلف التحديات المستقبلية والمرتبطة بجل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وبخصوص ميزانية تسيير الوزارة، أفاد الوزير أنها تبلغ 126 مليون درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة، و189 مليون درهم بالنسبة لنفقات الموظفين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تدعيم مواردها كل سنة بموظفين جدد، حيث تم إحداث 80 منصب مالي جديد برسم سنة 2023 و50 منصب برسم سنة 2024. من جهة أخرى، استعرض السيد عبد الجليل منجزات الوزارة خلال السنة الجارية ومخطط العمل لسنة 2024، حيث أكد أن عمل الوزارة يركز على 4 محاور، يتعلق الأول منها بحركية الأشخاص، بينما يهم الثاني اللوجستيك ونقل البضائع، فيما يرتبط المحور الثالث بتحسين الحكامة في قطاع النقل واللوجستيك، والرابع بتعزيز دور الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المرتفقين. وفي هذا السياق،
أشار الوزير إلى أن السنة الجارية عرفت مواصلة إنجاز الدراسات وعمليات اقتناء العقارات الأولية المتعلقة بتمديد شبكة الخط الفائق السرعة نحو مراكش وأكادير، موضحا أن العمليات تتطلب وفق الاتفاقية الموقعة بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية تعبئة غلاف مالي يقدر ب1.5 مليار درهم يتم تحويلها لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية. أما على مستوى رفع القدرة الاستيعابية للمطارات الوطنية وتحسين جودة الخدمات، فقد أفاد السيد عبد الجليل أن سنة 2024 ستعرف بداية أشغال بناء برج مراقبة جديد، بالإضافة إلى إنجاز الدراسات الأولية للرفع من الطاقة الاستيعابية لهذا المطار. كما سيتم خلال السنة نفسها العمل على إنجاز الدراسات المعمارية والتقنية لمجموعة من المشاريع المهمة المتعلقة برفع الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش المنارة إلى 11.5 مليون مسافر، ومطار أكادير المسيرة إلى 4.4 مليون مسافر، ومطار طنجة ابن بطوطة إلى 3.2 مليون مسافر. وكل هذه المعطيات ستسهل على المواطن تنقله بين المدن ووسطها.